امتى اعرف اني انا معمول لي عمل او معمول لي سحر، وازاي ابعد عنه؟ الاول امتى اعرف؟ طيب هو بس قبل ما امتى اعرف دي، انا عايز اتكلم في نقطه. بعض الناس برضو بتقول ان احنا يا جماعه مش عايزين نفتح المجال بتاع العلاج علشان الناس عندها هوس، وعلشان الموضوع بيؤدي الى نصب والى دجل والى كذا. احنا مش هنلغي الوظيفه علشان في بعض الحاجات السيئه فيها. يعني هو لو في واحد عنده هوس بالصحه النفسيه، فدايما يروح يكشف على نفسه. طيب هي دي حاجه كويسه وحاجه وحشه في نفس الوقت. كويس لو هيبقى بانضباط ومش هيأثر على حياته اليوميه او العمليه، وهيبقى غير سوي اذا اثر على ده. فاحنا مش معقوله نلغي الموضوع كله علشان كده. يعني ناس عندها هوس وناس ما عندهاش هوس، هل بقى نعاقب اللي ما عندهمش هوس بذنب اللي عندهم هوس؟ مش هتبقى كده. موضوع بقى مين يعرف هو معمول له ازاي ومعمول له ايه ومعمول له ليه والكلام ده كله، ده انا ما اظنش ان هيبقى فيها قاعده منضبطه، انما الخبره بتغني. المريض النفساني الدكتور بيعرف اذا كان مريض نفساني او لا بناء على خبرته. مفيش تحاليل معينه هيعملها. يعني الطب النفسي بينقسم الى سيكولوجي وسايكوباتيك. السيكولوجي اللي هو بقى اضطرابات النفسيه وبتتحل خلال جلسات كلاميه ومناقشات وحوارات وكذا. فانا مش هقول لك على قواعد تعرف بيها مين عنده مثلا شيزوفرينيا، ومين عنده مثلا خلل في الشخصيه الاعتماديه، ومين عنده فصام في الشخصيه، ومين عنده مش عارف. انا مش هقول لك قاعده بكده، انما الدكتور يقدر يحدد ده. اما بقى اللي بيهون من مساله المعالج وشاف ان هو اقل شأنا من الطبيب النفساني، فده عنده خلل برضه. ليه؟ ما هو الدكتور النفساني بيبني الاجابات اللي عنده او التحليلات اللي عنده بناء على اشياء شايفها في شخصيه اللي قدامه، افعال معينه، اقوال معينه، تعابير معينه، حركه ايده، طريقه كلامه وهو بيتكلم. ده مش هيوثق في قواعد، انما ده بيجي عن طريق دراسه الماده الشرعيه دي. دراسه على دراسه على دراسه، بيحصل عنده نوع من انواع الاستقراء، فيستقرئ الحاله اللي قدامه. كذلك المعالج. بس المعالج على فكره، يعني الطبيب النفسي ممكن مثلا يتكلم في حاله نفسيه فيشخص غلط بناء على المعلومات الغلط اللي خدها من المريض. المعالج بيكون اكثر دقه من الطبيب النفسي في المسائل اللي مبنيه على الظن. لان مثلا واحد شكك اذا كان في جن او ما فيهوش جن. انا برضك عشان بس الكلام ما ياخدش الناحيه الثانيه ونعمل هوس للناس وتربنه، في ناس ما بتصدق تسمع الكلام ده. بس انت عشان سؤالك، يعني دلوقتي عندنا واحد مشكوك اذا كان هو مريض نفسي او موهوم او كذا او كذا او كذا، وان كان الوهم نوع من انواع المرض النفسي. بس دلوقتي الطبيب علشان يعرف اللي قدامه دوت فيه بالظبط، الطبيب النفساني هيضطر يبني كلامه عن الحاجات اللي شايفها. المعالج لو شاكك اللي قدامه دوت معمول له سحر او معمول له عمل او غيره، ممكن يعرف بطريقه ما فيهاش شك. فهنا هو بقى ليه الاولويه في التشخيص. يعني مثلا واحد بيمثل انه ملبوس، خلينا نقول بس عشان المثال يبقى دقيق شويه، واحده بتمثل انها ملبوسه، وده كتير ما بقابله لما كنت بعالج، يعني قبل ما اوقف الموضوع. بنت يبقى متقدم لها عريس فمش عايزاه، او توافق عليه وبعد كده عايزه ترفضه من غير احراج، فتمثل ان هي ملبوسه بجن عاشق او كده. طيب تعرف ازاي مين اللي بيمثل مين اللي ما بيمثلش؟ تقرا مثلا قران على ميه والمريض بيشربه. بعد ما بيشرب الميه وبيشرب الميه المقروء عليها قران، الجن هو اللي بيعرف، بس من غير ما يكون مريض عارف. يعني انا قدامي دلوقتي واحد بيقول انه ملبوس، طيب اشرب الميه المقروء عليها دي. يعني حصل في مره قبل كده حد كان بيدعي انه ملبوس، بناء على استقرائي اللي استشفيته من حاله المريض قمت عامل نفسي بقرا على ميه، قمت اديها للمريض، فقرأ دماغي مش قادر واترمى في الارض وبتاع، وانا عارف ان انا ما قراتش، وعمال يقول الميه مره طعمها وحش، انا اصلا ما قراتش. هل الطبيب النفساني ممكن يعمل حركه زي كده؟ ما اظنش. يعني انا مش بقول ان الطب النفساني سيء او كده، مش قصدي يعني اتهجم عليهم، انما الناس اللي بيقللوا من شأن المعالج، ما هي ديت امراض نفسيه برضك، يعني او تخش تحت بند الامراض النفسيه. لو حبينا نبقى في دقه شويه ممكن نقول لي دوت مرض نفسي وده مرض روحي. المرض الروحي دوت علاجه اهم من المرض النفسي. بس الانسان لو خسر نفسيته ليه حساب مختلف يوم القيامه. يعني ربنا هيختبره ثاني اذا كان مجنون او كذا على حسب اللي بلغوا من المرض النفسي. اما اللي بيخسر روحه هذا في مصيبه. انسان ذهبت منه روحه، لا بيعرف يصلي، لا بيعرف يقرا قران، ولا بيعرف يذكر ربنا، ولا بيعرف يعمل اي حاجه في حياته. وكمان حياته الماديه بتتعطل، او الدنيويه بمعنى ادق، ما بيعرفش يعمل اي حاجه لا في الدنيا ولا في الاخره. لما بتاع المرض النفسي ربنا بيكشف عنه هذا في الاخره ويحاسبه حسابا اخر. المجنون ياتي يوم القيامه يقول يا ربي اتى الاسلام وما اعقل شيئا،
والصبيان يقذفونني بالحجارة. أنا ما كنتش فاهم حاجة، فيختبره الله يوم القيامة. إنما بتاع المرض الروحي ده في مشكلة، هو أساسا أصيب بالمرض الروحي بسبب بعده عن ربنا، فأنت ما حلتلوش المشكلة دي هيبقى في خطر في الدنيا وفي الآخرة. فده مش هيبقى ليه بقى حساب مستقل، لأن أنت أصلا لو وقعت نفسك في ده، إنسان قاعد يشرب خمر لغاية ما بقى مدمن خمر، هل ده هنيجي يوم القيامة نقول أصل أنت اتجننت في الدنيا بسبب شرب الخمر فهنحاسبك حساب المجنون؟ لا، أنت أساسا اللي وقعت نفسك في ده. فكذلك بتاع المرض الروحي ده اللي هو الأمراض الشيطانية. يبقى سيدنا الابتعاد عن المولى جل وعلا أحد الأسباب، في أسباب أخرى غير هذا السبب؟ والله طبعا السبب الأساسي البعد عن ربنا. السبب الثاني ودوت سبب أنا شايفه يعني منطقي جدا، الشخصية. في ناس ممكن تكون مأذية في الموضوع ده على فكرة، بس ممكن تقرأ عليها ما يرتميش في الأرض، ما يصرعش، ما يحصلوش كذا أو كذا أو كذا. هو الجن مأثر عليه فعلا، بس تأثير الجن عليه مش نفس تأثير إنسان تاني. يعني صاحب الشخصية القوية غير صاحب الشخصية الضعيفة، الشخصية ذات نفسها بتفرق. لذلك أكثر المأذي في الموضوع دي النساء، يعني نفوسهم ضعيفة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج فيكم الدجال فاحبسوا عنكم نساء، فاحبسوا عنه نساءكم. ليه؟ النساء قلوبها ضعيفة سريعة الملان، قال القحطاني فإن قلوبهن سريعة الميلان، يعني تتعلق بالأشياء بسرعة وبتوهم بسرعة وهذه الأشياء. فشخصية النساء ضعيفة، وشخصية الرجال الغالب فيها القوة. لذلك لو حبيت تعمل إحصائية هتلاقي إن الرجال اللي بتتأذي في الموضوع ده أقل بكتير من النساء، أقل بكتير. ده في الأذى النفسي وفي الأذى الوهمي اللي هو ليه دعوة بالطب النفسي يعني. طيب يبقى إزاي برضو أعرف إني أنا ممسوس، أنا معمول لي سحر؟ طيب إزاي تعرف؟ أنا عايزك لما تحصل لك مشكلة يعني بعد الشر، أو حد لما تحصل له مشكلة يعني يدور على جميع الأسباب اللي ممكن المشكلة دي تكون متعلقة بها، جميع الأسباب المادية. سكة العفاريت دي بقى تبقى آخر سكة خالص. يعني أنا شيخي كان زمان يقول لي لو أنت ماشي بعد ما خلصت قعدتك معايا ومروح بيتك بالليل كده بعد العشاء وطلع لك عفريت في الطريق، قول له أنا مش فاضي. اللي هو إيه؟ لا تتوهم ولا تتعلق بهذا، بس ممكن نقول إن في علامات مبدئية، علامات قوية جدا وعلامات ظنية. إيه العلامات القوية؟ إنسان بيسمع القرآن بيترمي في الأرض، دي علامة قوية. أو إنسان بيشوف شيطان قدامه بيطلع له عفريت، خيال. بس في فرق ما بين الخيال الوهمي والخيال الحقيقي. مش كلنا بنتخيل، ما فيش حد في الدنيا ما يتخيلش. مين من صغره لما كان بيبقى طالع البيت والسلم ما كانش بيبص وراه يشوف اللي طالع وراه؟ يعني زمان كنا نبص كده. او الكوابيس اللي كانت بتجي لي وانا صغير مثلا، او تقريبا اللي بتيجي لثلاث ارباع الشعب او للمسلمين عموما، ما اعرفش بره، انت تحلم ان انت نايم على السرير فيطلع لك عفريت من تحت السرير يقوم ساحب رجلك، او انت بتنام وبتغفل تقوم مغطي طراطيف صوابعك عشان ما حدش يمشي. فدي خيالات الكل بيتوهم بيها. انما في خيالات للمريض لا بتبقى حقيقيه، خيالات حقيقيه الجن بيزاولوا بقى. وبرضك من ضمن العلامات الواضحه جدا انه يجيله في المنام يكلمه انا جاي اعمل فيك كذا وكذا. بس دوت برضك لابد نفرق ما بين الوهم وما بين الحقيقه. ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع دوت دلوقتي، مش بعيد حد سمع الحلقه بعد كده يقوم راح مشغلها ويعيدها مره اثنين ثلاثه اربعه فينام، فيجي له العفريت بالليل يقول له انا لابسك. اكيد ما انت عقلك الباطن شغال، وممكن يسمع الحلقه النهارده عقله الباطن يشتغل عليه بعديها باسبوع. وانا كنت هتكلم في ده، يعني مثلا ممكن كتر المشاهده لهذه الاشياء او السماع ليها، مثلا افلام الرعب دي بتبقى مليانه تمام جن وعفاريت وفي الطلاسم والكلام ده كله. ان انا اسمع حاجه حتى لو مثلا مش فيلم مثلا او مش مشاهد مثلا مرئيه، او اسمع عن حاجه مثلا فيها قصه رعب، او ان انا اشوف ده اكيد سبب قوي في ان الحاجه دي تحصل لي، ولا بتبقى اغلبها تهيؤات بس؟ لا هو فعلا مشاهده الافلام دي بتجيب عفاريت في البيت فعلا تمام. لا ده بالتجربه. ايه بالتجربه؟ النبي عليه الصلاه والسلام عامه لما جه يتكلم في المواضيع دي حط لنا قواعد، وبعد كده بقينا نستخدم القياس. يعني مثلا مساله الرقيه الشرعيه مش عايز اخش فيها، بس النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا قاعده معينه، قال لا باس بالرقى ما لم يكن بها شرك. فالنبي ما حطش رقيه شرعيه معينه معتمده من خرج عليها فهو ضال مضل، ما فيش كده. انما النبي حط لنا قاعده معينه. ايه القاعده؟ لا باس بالرقى كلها على بعضها ما لم يكن بها شرك. بعض العلماء حط شرط تاني ولا بد ان هي تكون باللغه العربيه.
هو غرضهم ان هي ما تكونش بكلام غير مفهوم علشان ما يبقاش في شركه واحنا مش واخدين بالنا. يبقى الموضوع بيعتمد على ايه في الاخر؟ بيعتمد على الا يكن بها شرك، ده الشرط. بعد كده بقى في رقة تانية مجربة عن طريق التجربة، دي لا ترد. يعني مثلا حافظ ابن حجر في فتح الباري بيتكلم على الرقية، يقول من أصيب بالسحر فليأتي ب7 ورقات من سدر ثم فليضربهن بين حجر. طب هو جاب الكلام ده منين؟ ده بالتجربه اكيد. ده مثبت التجربة. نعم. اللي عايز يبدع الحافظ ابن حجر بقى بره عننا. نعم. فبالتجربة بنعرف حاجات منها. بس انا كان سؤالي اني انا بشوف فعلا ده. يعني مثلا افتكر في مره من المرات كنت رايح اعمل اللاب بتاعي، عندي مهندس صاحبنا كده في المحل بتاعه يعني بتاع الصيانه، فجاله كده شاب صغير تقريبا اعدادي، خد الفلاشه انا عاوز افلام رعب، صغير جدا. فانا بساله بكلم معاه كده، انا استغربت ده صغير جدا في السن وجاي عاوز بس افلام رعب، وفعلا شكله فريج يعني بيتفرج كتير جدا. فانا بتكلم معاه عرفت ان اخته كمان بتتفرج على افلام رعب وبيحبوا جدا الموضوع بالليل، وبقى بيقول لي بقى بيمثل لي هم بيعملوا ازاي، بيقعدوا يقفلوا النور يفتحوا الشاشه الفيلم شغال، ومع الفيلم الموسيقى بقى التصويريه المرعبه والحاجات اللي بتحصل مره واحده تطلع مره واحده دي، كل ده والنور مقفول. يعني اصلا النور لوحده ضلمه ده حوار، لا هو قافل ومشغل افلام. الكلام ده كله اكيد هيأثر فيه او هيأثر عليه، هيأثر كمان في البيت اللي هو قاعد فيه، فبيأثر يعني لدرجه يعني ده لسه صغير واخته لسه صغيره مش كبيره، بيقول لي في ثانوي. فيعني ننصح الشباب الصغير ده سواء كان بنين او بنات بايه؟ يعني ابتعد اكتر عن الاشياء دي وليه؟ والله هو مسألة مزعجة فعلا. أنا في مرة من المرات كنت بتفرج على مقطع فيديو اسمه نهاية العالم ونبوءة نبي، أو سلسلة مقاطع، فجايبين بقى يعني تصوير يعني حتى يحسن التصور في القلب اليوم القيامة. سلسلة رائعة صراحة، وأغلب الأحاديث اللي فيها صحيحة. فكان قاعد جنبي واحد صاحبي حفيظ أفلام رعب، فكل ما يجي مشهد من المشاهد التصويرية اللي كانوا جايبينه في الفيديو يقول لي ده من فيلم كذا، ده بقى من فيلم كذا، ده بقى من فيلم كذا، فطلع حافظ المشاهد كلها. ده يعني فراغة عقل، ده اللي أنا شايفه صراحة. لأن لابد الإنسان يكون شاغل نفسه بما ينفع. أنا لما وقت الفراغ بتاعي عاملاه في أفلام الرعب، طب وبعدين؟ طب والحقيقة اللي احنا عايشين فيها، أفلام الرعب دي على فكرة بتخلي الإنسان يحط نفسه في مشاكل مش موجودة. شيخي قبل كده خلاني قاعد ومهموم خالص، قال لي مالك؟ قلت له بس متضايق ومهموم. قال لي طب عايز أسألك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي أنت في غابة وبتجري من أسد، ولقيت قدامك شجرة مرة واحدة فطلعت عليها، وانت على الشجرة لقيت تعبان، لو فضلت التعبان هيلدعك ولو نزلت الأسد هياكلك، تعمل ايه؟ قلت له هروح للشجرة اللي جنبها. قال لي مفيش. قلت له هحاول اتخلص من التعبان. قال لي جامد جدا مش هتقدر عليه. قلت له اعمل ايه؟ خلاص ما انت قفلتها في وشي. قال لي قوم من النوم، ولا في تعبان ولا في شجره ولا في حاجه. نعم، تهيؤات كده. ده بسبب ايه؟ ما هو التخيل ده بسبب الحاجات اللي احنا شفناها. الانسان لا يمكن يتخيل شيء مش موجود، علشان كده احنا محدش فينا شاف ربنا سبحانه وتعالى. لذلك اي وصف يدور في بال الانسان عن صفات ربنا سبحانه وتعالى فربنا غير ده. طبعا القاعده مش مطلقه، ليها تقييد. انما انت اي حاجه تتخيلها في دماغك انت اصلا ما شفتش ربنا. فالانسان لو حب يتخيل ايه اللي هيحصل؟ التخيل ده هيكون بناء على حاجات شافها قبل كده اصلا، هيعمل تراكيب معينه تخزنها في العقل الباطن. ايه؟ تخزنها جوه. متخزنه. علشان كده حتى في فرق ما بين التكييف وما بين مش عايز اخش في الحته بتاعت العقيده، في فرق ما بين التكييف وما بين التمثيل اصلا. يعني دي قاعده مستقله ودي قاعده مستقله، تمام كده؟ التمثيل ديت مقيده شويه، انما التكييف عموميه. محمود حتى هو لو اتفرج على الافلام دي الكتيره دي وفي سنه الصغير ده، حتى لو تخيل يعني التخيل مش هيعمل له، هو خلاص تعود. فالمشكله في حته مش في حته التخيل بس، فيما بعد التخيل ان هو بيته هيتاذي، هو نفسه هيتاذي. على فكره انا في حاجه برضو افتكرتها لما كنت بقعد اسال المرضى بتشوف ايه، بتشعر بايه، وفعلا اللي كان بيطلع ملبوس منهم كان بيوصف لي الشيطان اللي بيشوفه او العفاريت اللي بيشوفها باوصاف مقاربه جدا من افلام الرعب. هل ده بقى يعني اصل الجن مش هيعدي دي كده؟ يعني هو الشيطان يقوم قاعد بقى ولامم قلاضيشه على العرش بتاعه، خد يد انت عملت ايه؟ انا عملت كذا. وانت عملت ايه؟ انا عملت كذا. فمن ضمن الخطط بتاعتهم تعالى انا عايزك تروح لفلان عشان تاذي فلان، ده هتلبسه، فلان ده كذا،
هو مش هيسلط عفريت على واحد امام مسجد، يعني كل واحد يخش له بدخلته بقى. هو لعيب الشيطان على فكره، ودي من ضمن مداخل الشيطان. فانا بستعجب جدا من انسان يدرس مداخل الشيطان ويجي عند الحته بتاعت العلاج ديت يقوم بعد عنها، لكن في عفريت اسمه عفريت العلاج بالقران. هو لازم اي معالج يبقى دجال؟ هو اي معالج يبقى مبتدع؟ طب وبعد ما تسيبوا المكان دوت للناس ايه اللي هيحصل؟ هتخرب الدنيا. انا بقول لحضرتك ناس ما كانتش لاقيه تاكل ساعتها، واحد علشان يقعد في جلسه فقط يطلب خروف. خروف ده مبلغ، ايه خروف في جلسه؟ وده ثغر من ثغور الاسلام. ثغر، يبقى لابد يبقى في حد يبقى واقف على الثغر ده صراحه. فبس برضك انا مش عايز حد بعد ما يسمع الكلام ده يبقى عنده هيس من موضوع العفاريت. احنا مش عايزين نروح للحته دي.